السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا فطيرة طاقية السلطان اللي طالعة ترند ومجننة الناس كلها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل اي حاجة، اللي ما يشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. معايا هنا بولة، نص كوباية حليب دافي، ونص كوباية مية دافية، ومعايا بياض بيضة. فصلت البياض عن الصفار ونزلت بالبياض في العجين. الصفارة نحتاجه بس مش دلوقتي، بعدين. وخدت رشة فانيليا ورشة ملح وخمس معالق سكر كبار وربع كوباية زيت ومعلقتين خميرة فورية اللي هو الكيس 10 جرام. انا هخلط المكونات كلها مع بعض، اللي هي السايلة. لما الخليط يعني يدوب شوية، لما السكر يدوب هنزل بثلاث كوبايات دقيق. الثلاث كوبايات دقيق مقاس الكوباية. الكوباية معيارها 200 ملي. هنزل بكوبايتين. وبعد كده هبتدي اعجن بايدي بعد الكوبايه التالتة. لما الخليط هيتقل شويه في المضرب هنزل بالكوبايه التالتة. هما دول كده معيارهم 3 كوبايات. هبتدي اعجن بايدي. هنا العجينه خلاص خلصتها وقسمتها بقى جزئين بالظبط قد بعض بالظبط. حتى هنا كنت بشوف انهي اتقل من جزء، اتقل من جزء، فبحط حته هنا وحته هنا. المهم فصلتهم عن بعض، يعني خليتهم نصين. وهنا معايا معلقتين سمنة كبار. ممكن تستبدلوا السمنة بزبدة او زيت. انا ما كانش عندي صراحة زبدة، فحطيت سمنة معلقة كبيرة هنا ومعلقة كبيرة هنا. والجزء التاني اللي هعمله شوكولاتة، حطيت عليه معلقة كاكاو خام كبيرة. الكاكاو ده الغامق، اللون الغامق. هبتدي اعجن كل جزء لما المادة الدهنية تختفي خالص، اللي هي السمنة. الجزء ده خلاص اتعجن، هركنه على جنب. هبتدي اعجن بقى في الجزء بتاع الشوكولاته. انا حطيت كوبايه معلقه كبيره كاكاو. لو احتجت تاني هحط، بس الصراحه انا ما احتجتش ان انا احط تاني. ومعاها 3 معالق لبن، علشان طبعا الكاكاو ده ماده جافه وهينشف العجينه. فحطينا 3 معالق لبن عشان نعادل السوائل يعني. هنا خلاص انا عجنتهم. هركنهم كده على جنب في مكان دافي لمدة ساعة او ساعة الا ربع، وقت ما يخمروا يعني. هما انا خمروا اخدوا معايا ساعة الا ربع بالظبط. شو ما شاء الله، العجينة تحفة. العجينة طرية قوي وحلوة قوي، ملمسها حلو قوي. هبتدي افردها واشكلها. هفردها خالص على هيئة مستطيل وبسمك رقيق خالص، مش تخين، عشان لسه هنحط الجزء التاني عليها. آه، الفطيرة دي مجننة الناس. انا كل ما افتح الفيسبوك، النت، اي موقع، الاقي فطيرة طاقية السلطان، طاقية السلطان. فقلت ليه انا كمان ما اعملش طاقية السلطان؟ فعملت طاقية السلطان، ما شاء الله طلعت تحفة. هنا بفرد العجينة كلها. عايزة اقول لكم ان هي عجبتني قوي. العجينة طرية وهشة وقطنية وتحفة تحفة يعني، وطعمها خطير. هي تنفع في اللانش بوكس للولاد، تنفع على الفطار، على العشاء. هنا بشكل الجزء التاني للشوكولاتة. انا خلاص خلصت اللي هو السادة. هبتدي افرديه بنفس المقاس وبنفس الطريقة. العجينة دي ما خدتش وقت الا في التخمير بس، لان هي قعدت ساعة الا ربع كعجينة بعد ما عجنتها. وخدت ساعة الا ربع بعد ما شكلتها كمان، لان احنا بنسيبها كمان ساعة الا ربع لما تخمر وترتفع. هنا بحط الجزئين على بعض وبفردهم على بعض، بيبقوا نفس يعني بيبقوا مقاس واحد. بشد اللي هي بتاعت الشوكولاتة دي عليها لما اخليهم كلهم مقاس واحد. وببتدي كمان افردهم، لان هما كده السمك تخين يعني سميكة. فبحاول افردها كمان فردة حلوة، علشان ما يبقاش بعد ما ابرمها ما تبقاش كلها عجين من جوه، عشان تبقى هشة وطرية. بفردهم كلهم.
هنا خلاص انا كان عندي صوص شوكولاته. ده الحشو ده بقى حسب ذوقكم وحسب اللي انتوا عايزينه. ودي شوكولاته خام كده مقطعاها او جرشها. وده الصوص الشوكولاته الحشو ده حسب اختياركم، عايزين تحشوا اي شوكولاته، مش عايزين تحشوها خالص براحتكم يعني. انا هنا لفيتها رول. انا لفيت الرول تلتين العجينه، يعني تلتين وسبت التلت، يعني خدت اكتر من نص بشويه. بساوي من الجنب ده ومن الجنب ده. هبتدي بقى اعمل رولات طويله كده رفيعه، شرايط رفيعه كده، لان هي دي اللي هنعمل بيها هنعمل بقى زي الضفاير كده، زي هتشوفوا دلوقتي. بعمل شرايح كلها مقاس واحد كده. خلصتهم ببتدي ابرم كده، بمسك العجينه من فوق ومن تحت علشان ما تتقطعش بحذر يعني. هي طريقه التشكيل دي سهله قوي، وهي انا اول مره اعملها وبصراحه طلعت حلوه. بس انا زي ما قلت كده الوقت اللي اخدته بس في التخمير قبل وبعد. يعني وانا عجنت العجينه اخدت ساعه الا ربع، بعد ما عملتها كده وحطيتها في الصينيه قعدت برضو ساعه الا ربع، هو ده الوقت كله اللي خدته. هنا خلصتها. ابتدي بقى الفها رول تاني، هي كده جاهزه. هحطها في صينيه مقاس 24. الصينيه دي مقاس 24، بستفها كده دايره فيه، وبغطيها لمده ساعه الا ربع تانية. هي كده خلاص اختمرت تاني. آه، معايا هنا صفار البيضة اللي كنا راكنينه على جنب. هحط عليه معلقة خل ورشة فانيليا ومعلقتين لبن حليب يعني، وهمزجهم كده مع بعض وهدهن بهم وش الفطيرة. انا حطيت خل وفانيليا علشان ما تعملش زفارة، يعني ما تخليش وش الفطيرة زفرة. يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. هنا ببتدي ادهنها كلها، بدخلها الفرن على درجة الفرن مولعاه مسبقا على درجة حرارة 180. اخدت 25 دقيقة بالظبط في الفرن، وخرجتها غطيتها زي ما انتم شايفين كده لمدة 10 دقايق، لان كان وشها طالع يعني شادد شوية، فلما غطيتها طرت. هي هنا بصوا ما شاء الله تحفة. وطرية وحلوة قوي، والصوص الشوكولاتة من جوه سايح. هتشوفوها دلوقتي وطعمها تحفة، جربوها. شفتوا ما شاء الله حلو قوي. يا رب تكون وصفتي عجبتكم ودعموني بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.